مسلسل في موسم إشراقك أو في موسمك المشرق. القصة بتحكي عن سونو تشان، راجل عايش كل يوم في حياته كأنه إجازة صيف دافية ومليانة شمس. وسونغ هاران بنوتة قافلة على قلبها كأنها عايشة في شتا طويل وساقع جدا. الدراما بتبدأ بلقائهم المفاجئ بعد 7 سنين وهم في زيارة المتحف فنون ضمن مشروع تعاون مع نانا أتيليه. تشان فجأة يقف قدام لوحة فنية ويلاقي هاران واقفة جنبه بتبص لنفس اللوحة. تشان يتصدم من المقابلة والذكريات تشله في مكانه، لكن هاران تعدي من جنبه بملامح باردة كأنه شخص غريب عنها وما تعرفوش. هدوءها وبرودها كان عكس الصدمة اللي باينة على وشه. طرقهم تتقاطع تاني لما تشان يقابل مديرة نانا أتيليه كيم نانا، وساعتها تظهر هاران باعتبارها المصممة المسؤولة عن المشروع، ويلاقي تشان نفسه مضطر يواجه البنت اللي كانت في يوم من الأيام ربيعه. هو بيحاول يخبي مشاعره بالعافية وهي تبدأ تتوتر من نظراته اللي مليانة معاني. الحلقة الأولى كمان هتكشف الحادثة المأساوية اللي حصلت من 7 سنين وغيرت حياتهم للأبد. في رحلة لأمريكا هاران بتركب الطيارة وهي مليانة حماس عشان تقابل الشخص اللي بتحبه، ولكن انفجار مفاجئ يقلب كل حاجة، والصدمة تحبسها نفسيا في شتاء طويل. وفي نفس الوقت تشان اللي كان بيدرس بره يتصاب إصابات تهدد حياته، ودلوقتي هو الوحيد اللي فاكر الحقيقة الكاملة اللي حصلت بينهم، وده بيزود الغموض حوالين السنين الضايعة والذكريات المنسية. تشان يقرب منها بهدوء وعنده إصرار يساعدها تخرج من الشتاء اللي هي عايشة فيه، وببطء شديد تبدأ تفتح قلبها وتتمنى إن ذكرياتها المؤلمة تخف في يوم من الأيام. تشان حتى يقترح إن هما يعيشوا مبسوطين كأنهم في نزهة ربيع على الأقل لحد ما الربيع الجاي يوصل فعلا، بقصة مليانة لقاءات من القدر وأسرار متخبية ورومانسية بتشفي الجروح. في موسمك المشرق أو في موسم إشراقك بتوعدنا بحكاية دافية عن الذكريات وفصول الحياة وفرص تانية ممكن تيجي في الوقت اللي مش متوقعينه. مين متحمس يتفرج على الدراما دي معايا؟ وأخيرا أقولك لو بتحب المحتوى المميز ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ودايما تبقى عارف إن دعمك بيفرق جدا معانا. أشوفكم على خير، باي.